من ربع كيلو جوز هند عملنا مع بعضنا 2 لتر من الحليب وكمان زبدة الجوز الهند ومعانا كمان زيت جوز الهند. يلا بينا بسرعة علشان نشوف وكمان هنقول على فوائد كل حاجة فيهم، بس يا ريت ما ننساش نشترك في القناة. اول حاجة معايا ربع كيلو من جوز الهند بجيبه من اي سوبر ماركت طبعا. بحاول ان انا اجيبه مش ناعم، بجيبه خشن وافركه كده في ايديا حوالي 30 ثانية. بلاقي الزيوت بدأت تطلع في ايديا، بعرف كده ان دوت كامل الدسم. بجيب 2 لتر من المية السخنة وبحطه مع الجوز الهند وبقفله علشان خاطر الزيوت تفضل محتفظة جوه المية. تمام. وبعد كده اول ما بيبرد بحطه في التلاجة يعني 5 أو 6 ساعات. انا عن نفسي حطيته من بالليل للصبح، بس لازم اول ما بتحط المية السخنة عليه تغطيه بسرعة علشان المية السخنة ما تخليش تطير الزيوت بتاعته. تمام، يحتفظ بيها. فجبنا دلوقتي الشفشق وحطينا دلوقتي الكمية اللي احنا هنبتدي نفرمها. انا حطيتهم على مرتين وقعدت 5 دقايق ان انا افرم فيهم لحد ما اتفرم كويس. دلوقتي بقى لو ما عندكيش الشاشة دي بتجيبي مصفتين على بعض علشان تتأكدي ان جوز الهند اللي اتفرم ما ينزلش خالص في اللبن بعد ما يتصفى معانا. تمام. هنجيب دلوقتي ونبتدي ان احنا نصفيه. طبعا هو سهل جدا وبصراحة الشاشة سهلت معايا جامد جدا. بس هنصفي دلوقتي بقى اللي احنا صفيناه ده. طبعا دوت مش بنرميه، هنقول برضو هنعمل فيه ايه. تمام. احنا دلوقتي بعد ما انا فرمت لقيت ان الزبده بتاعت اللي طلعت المفروض كانت تطلع بعدين، ولكن بسبب ان احنا جوز الهند ده كامل الدسم، الزبده طلعت من غير اصلا ما استنى ان هو اللبن احطه في التلاجة ويطلع الوش بتاعه واعمل منه الزبده. بس انا طبعا علشان عايزه اكمل الوصفه كلها قدامكم هحطه تاني. بس لما جيت ان انا احطه في الخلاط علشان افرمه لقيت ان هو مش محتاج، مجرد ما حطيت حبة مية صغيرين سخنة لقيته ساح معايا زي الزبدة بالظبط ما بتسيح. فهعديه من عند الشاشة برضو علشان اكيد هيكون فيه برضو حاجة ولو بسيطة من جوز الهند اللي احنا عايزين. بصوا يعني متماسك خالص، عجينة. ده يبين قوي ان هو بقى زبدة. تمام. بس هنجيب دلوقتي برضو الشاشة وهحطه علشان لو في اي جوز هند نصفيه خالص. وبعد كده همسكه اغطيه واحطه في التلاجة برضو 4 أو 5 ساعات. بصراحة انا ما خدش معايا 4 ساعات. ده بقى جوز الهند ده بنحطه في صينية، بنحطه في الفرن، بس نخلي بالنا علشان ما يحمرش. وكمان لو مش عايزة تحطي في الفرن حطيه في صينية وعلى الرخامة. هياخد معاكي من يومين يومين ونص لحد ما ينشف خالص. بصوا بقى دلوقتي جوز الهند معانا بعد ما خليناه 3 ساعات في التلاجة. طبعا علشان الجو برضو بارد يعني بسرعة اتشمع معانا. تمام. بس لكن انت ممكن عادي تحطيه من بالليل للصبح مش هيحصل له اي حاجة لو في الجو مثلا الحر شوية. احنا دلوقتي بقى هناخد مع بعض الوش ده، وهو دوت اللي هنعمله زبدة عايزينه، لو عايزين نعمله زيت عايزينه، على حسب كل واحد هيستخدمه ازاي. انا دلوقتي بعد ما هصفيه هشيله واحطه علشان نكمل الوصفة بتاعتنا. بعد كده بالنسبة خلاص كده للبن احنا خلاص اللبن بالنسبة لنا خلص. هنجيبه ونحطه دلوقتي. انا هحطه في الشفشة قدامكم، ولكن لو انت هتحطيه في التلاجة هيقعد معاكي حوالي 5 ايام ما يجرالوش اي حاجة. لكن لو انت عارفة نفسك ان انت مش هتستخدمي كله حطيه في اكياس وحطيه في الفريزر وطلعي منه في الوقت اللي انت عايزاه هتستخدميه. زي ما احنا قلنا هو طلع معانا 2 من الحليب. دلوقتي هنعمل مع بعضنا الزبدة علشان نطلعها، اذا كانت هنخليها زبدة او هنخليها نعملها الزيت. تمام. بالكبة او بمضرب يدوي او بالمضرب زي ما انا عملت كده هياخد معاكي مش هيكمل الدقيقة، عشان احنا شفنا واحنا بنفرمه من الاول خالص هو اصلا كان موجود في الخلاط منزلش مع الحليب. تمام. بس كده هينزل معاكي حبة مية صغيرين. ماشي، ده برضو من ضمن اللبن يعني. انا دول اللي نزل منه حطيته على اللبن عادي. دلوقتي انا برضو حبيت اوريكم ان اللبن عادي جدا بنحطه على النار وبيفور عادي. وبعد كده انا حبيت برضو اجربه قدامكم بالنسكافيه. طبعا انا عشان عارفه قبل كده لو حطيتيه في اي مخبوزات، حطيتيه في اي حلويات، حطيتيه في مشروبات ملهاش دعوه بجوز الهند خالص، لما تيجي تشربيها مش هتحس بطعم جوز الهند خالص خالص. وكمان اللبن ده في طبيعته وجماله ان هو خفيف على المعده، يعني اللي عنده حساسيه من الالبان هيشرب لبن جوز الهند عادي جدا. مش هي يعني ملهوش دعوه ببقيه الالبان اللي هو بيكون عنده حساسيه منها. زي ما احنا هنشوف دلوقتي ده النسكافيه. قلت اعمله برضو قدامكم ونشوفه حلو جدا بجد. يعني جربوا
لبن جوز الهند خفيف جدا وحلو. تمام، هنبتدي بقى ان احنا دلوقتي نشوف الزبده بتاعتنا هنعملها ازاي. انت لو عايزه تخلي الزبده كده ما تسيحهاش عشان تخليها لحاجات تانية انت عايزاها، تمام. انا برضو حبيت اوريكم، احنا خلاص عملنا الزبده. دلوقتي لو انت عايزه الزبده دي تحوليها لزيت، انت بتحطيها على البوتاجاز، بس تخليكي واقفه وتوطي النار شويه. تمام، ومجرد ما هي هتسيح تطفي النار عليها وخلاص. اول ما تبتدي تبرد شويه على طول بتجيبي بطرمان او بتجيبي ازازه. اهم حاجه تكون ما فيهاش اي روائح، ما فيهاش ميه، ما فيهاش اي حاجه، تكون ناشفه جدا. تمام، هتحطيها فيها وتقفليها وخلاص. عايزه لو كنت تحطيها في التلاجة هتلاقيها معاكي جمدت خالص. ولكن لو انت الجو حر وهتحطيها من بره هتلاقيها دايما سايحه. تعرفي ازاي جوز الهند ده طبيعي ولا مش طبيعي؟ ان انت لو حطيتيه في التلاجة شويه تلاقيه اتجمد، ولكن لو احنا في البرد زي دلوقتي لا، هتحطيه من بره هتلاقيه برضه اتجمد. ده كده انت تعرفي ان ده طبيعي 100%. لكن لو مش بيتجمد خالص تعرفي ان دوت مش طبيعي خالص. تمام. بعد ما يسيح انا خلاص دلوقتي هطفي عليه واسيبه يبرد شويه، وبعد كده هحطه في الازازه. بعد ما تحطيه خلاص في الازازه بتحطيه عادي بقى في التلاجة ماشي، او في الدولاب ماشي. ده يقعد معاكي يعني بالشهور وبالسنين ما يحصلهوش اي حاجه. زي ما قلت انت تخلي بالك اول ما يغلي على طول تطفي عليه، علشان لو ما طفيتيش عليه هتلاقيه غمق معاكي خالص. دلوقتي هنحطه في الازازه. خلاص احنا كده عملنا الزيت وعملنا الزبده وعملنا كمان الحليب. فوائد بقى الحاجات دي كلها مهمه جدا. فوائد الحليب بتاعت جوز الهند، اول حاجه خفيف على المعده وبيقوي المناعه، وكمان بيرطب الشعر كويس جدا. يعني اللي عنده حساسيه الحليب العادي يقدر يشرب من الحليب ده كويس جدا. الزبده بقى دي طاقه وشبع وفيتامينات للعظم والنظر، كويس جدا جدا. الزيت بيحرق كويس جدا وكمان ما بيخزنش دهون، وده بقى الجوكر بتاع البشره بقى في الشعر، وكمان في الهالات السوداء اللي تكون بتاعت تحت العين، الشفايف، اللي كمان مزيل حلو جدا للميك اب. يعني بصراحه هنقول الخلاصه: اللبن للمناعه، والزبده للطاقه، والزيت للتركيز والتجميل. وبكده خلصت وصفتنا، ويا رب تكون عجبتكم، ونتقابل ان شاء الله في وصفه جديده في اكله بمزاج مع توته.